رسمياً منتخب مصر يواجه إسبانيا ودياً في قطر. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا رسمياً إقامة مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام إسبانيا خلال توقف مارس المقبل استعداداً لكأس العالم 2026. ويستعد منتخب مصر حالياً لبطولة كأس إفريقيا 2025 المقبلة، وستكون أول مباراة أمام زيمبابوي يوم الاثنين المقبل. وتأتي تلك المباراة في التوقف الدولي المقبل في شهر مارس، ويعتبر آخر توقف قبل خوض مسابقة كأس العالم 2026. ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بطولة كأس العالم 2026 المقبل في شهر يونيو. ويرغب منتخب إسبانيا في مواجهة المنتخب المصري ليستعد جيداً للمنتخبين العربي والإفريقي معه في المجموعة. رجال دي لافوينتي معهم الرأس الأخضر، السعودية وأوروجواي ضمن منافسات المجموعة الثامنة. أما منتخب مصر بقيادة العميد حسام حسن فيرغب في الاستعداد الجيد لبطولة كأس العالم بمواجهة فريق أوروبي قوي استعداداً لمنتخب بلجيكا الذي يقع معنا في المجموعة. منتخب مصر يقع ضمن منافسات المجموعة السابعة من البطولة رفقة بلجيكا، إيران ونيوزيلندا. ووفقاً لصحيفة آس الإسبانية، فإن يويفا أعلن خوض منتخب إسبانيا نهائي كأس فيناليسيما أمام نظيره الأرجنتين في 27 مارس. كما أكدت على أن الأرجنتين سوف تواجه قطر، وإسبانيا ستواجه منتخب مصر، لكن لم يتم تحديد الموعد النهائي حتى الآن. كانت أشارت صحيفة سبورت في وقت سابق أنه من المرجح أن تكون المباراة بين مصر وإسبانيا أحد يومي 30 و31 من شهر مارس.